يقدرش على شرذمه هذه الاباضيه هذه. كيفاش اباد الفيس في الفيس اللي اقوى من الاباضيه وابادهم وحرقهم 250 الف واحد قتلوا. ما يقدرش على شرذمه هذه الاباضيه والفتنه هذه تخدم الدوله وتخدم النظام ثاني. هل انتم مسلمون؟ والله هذا الإباضية هذه والله العلي العظيم والله جاءوا لشق الوحدة الجزائرية وشق الصف الجزائري. البارح درت لهم فيديو سبوني رخصوني. قال لك علم افتراضي يشعل نار الفتنة في غرداية، تحريض على العنف ودعوات إلى التخريب، وغرداية تتألم. صفحات على الفيسبوك تمارس دعاية من منظور طائفي واضح من عناوينها: وغرداية تحترق. صفحات تطلق على الإباضيين تسمية الخوارج وتصفهم بأقبح النعوت وتحرض على قتلهم، جهارا بالدعوة إلى إحراق منازلهم وسبي نسائهم. الإعلام الحربي هو العنوان الحقيقي للعديد من الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي خلال اندلاع المواجهات العنيفة في غرداية. صفحات بهويات مشبوهة تحرض على الكراهية والاستمرار في أعمال العنف. حرب افتراضية ساهمت في نشر الإشاعة وإشاعة أجواء الرعب وتمديد عمر الأزمة في غرداية. في وقت سجلت الحكومة إخفاقها في وأد نار الفتنة في غرداية، نجحت أطراف في إذكائها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. سبحان الله يا خوتي، ولوا لعقلكم. أنا ما كفرت حتى واحد، وأشهد الله جل وعلا أن الإباضي أخي في الإسلام. أشهد الله، قولوا شيات يا العرب، قولوا واش حبيتوا. أشهد الله أن الإباضي أخي في الإسلام. يدوا على هذا الإرهاب الممنهج الممول من الخارج لشق وحدة وصف الجزائريين. يعني لم تعرف الجزائر يعني شق للصف. وريني كاش عربي يعني يعتقد غير اعتقاد اخوه الجزائري. يعني وريني كاش مسلم جزائري يقتل اخوه المسلم الجزائري ولا يحرق داره ولا يرحله. ابار غرداية بين الاباضيه هذه الفرقه هذه اللي لا ادري انا لم اجد لها وصفا. سبحان الله، من سمات الخوارج انهم ينتهكون الاعراض في رمضان، وهذا صح داروه في رمضان هذا وداروه رمضان الاول ورمضان اللي قبله. واللي تغيظك سبحان الله يقول لك بلي احنا امازيغ، يدخلوا في الامازيغ يدخلوا فيهم في حرب طائفيه، وهما لا علاقه لهم بالامازيغ. جاءوا من بلاد فرس من ايران، هما اصلهم ايرانيين لا علاقه لهم بالامازيغ. قلنا لهم انتم مسلمين، قال لك احنا انتم كفار. قال لك لا ما تقولوناش مسلمين، احنا لا علاقه لنا بكم. هم كلاكم مسلمين، كلاكم يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث مانيش نذكره، يقول دم المسلم على المسلم حرام، ماله دم المسلم لما يشهد أن لا إله إلا الله. الله جل وعلا ما كلفنيش، ربي ما كلفنيش أني نكفر فلان ولا نبدع فلان ولا نبدع فلان. عندي كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه، نصلي صلاتي ونتبع واش راني مقتنع به، وهو واش راه مقتنع به.